الحكاية بدأت لما اتعزمت على طبق فول بالسمنة البلدي أو طبق عدس بالسمنة البلدي، وقدموا لي معاها العيش التميس ده. قلت لا، ده بقى عيش عامل زي الفطير كده يا جماعة. قلت ده عايز جبن. لا، دقته بقى بالعدس وبالفول بالسمنة البلدي، عايزة اقول لكم تحفة. كنت معزومة كده، واحدة صاحبتي طالعين من الحرم وقالت لي تعالي ما اكلك عيش التميس، ومن ساعتها وانا متعودة ان انا اعمله. خاصة بقى في الشهور الحلوة دي، داخل علينا صيام. النهاردة أول رجب، كل سنة وانتم طيبين. فقمت كده عملته، ودايما أنا أعمله يا جماعة في أول رمضان، وأشيله في الفريزر وأطلعه وإيه، ولما يخلص أعمله. شايفين انتوا الطراوة اللي فيه؟ بصوا بقى، عايزة أقول لك كمان بيتفتح معاكي سندوتشات بكل سهولة. بصوا بقى، عملنا من كيلو دقيق الكمية اللي انتوا شايفينها دي كلها يا جماعة. وكمان عملت منه شكلين، عملت منه مستطيل وعملت منه الرغيف الدايرة اللي متعودين نشوفه. خلاص، حابه بقى تزودي في الكميه، قللي في حجم ايه الرغيف بالشكل ده كده. يلا بقى نقول تفاصيل العيش الروعه ده. عايزه اقول لكم بامانه تحفه، كل اللي كانوا منه النهارده شكروا فيه، وفطرناه بشويه فول. عايزه اقول لكم كانوا عسل. يلا بينا بقى يا حبايبي، هقول لكم هنعمل ايه. هنا كاتبه لكم المقادير فوق الفيديو. بصوا بقى، كيلو دقيق، معلقتين من السكر، معلقة ملح صغيرة، كيسين من الخميرة، نص كوب من الزيت، معلقة خل. والمية يا جماعة تكون دافية معانا، والمية حسب العجن. هنقلب بقى المكونات بتاعتنا، وهننزل بالمية تدريجيا لغاية ما نلم العجينة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. واسيبها نص ساعة، وادهن الوش بتاعها زيت، واغطيها كده زي ما بقول لكم نص ساعة. وبعد نص ساعة هتخمر معانا كده. هنشكل بقى عيش التميس بتاعنا زي ما انتوا شايفين. هنجيب بقى ايه المفرش السيليكون بتاعنا، ونروح عاملين له رول كده، ونقطع قطع العيش حسب ما انت حابه حجمه. انا هعمل كده رغيفين مستطيل، والباقي هعمله ايه يا جماعه، كور كده، ما بياخدش مننا اي حاجه. كور كده احطها في الصينيه اللي انا ايه هعمل فيها الوصفه. وهنا بقى بقول لك، عملت لايك لتيتا ولا لسه؟ واعملي لي متابعه يا قمر عشان يوصل لك كل جديد. خلاص، زي ما انا بقول لكم كده، هعمل بقى الاتنين التانيين مستطيل على شكل مستطيل بالشكل ده كده. خلاص، هفردهم بقى. واهم حاجه وانت بتفردي كده، غرزي صوابعك في قلب العيش. بصوا، عايزه اقول لك بالشكل ده كده. بصوا عشان يدي شكل ايه التميز. خلاص كده يا حبايبي، والله ما بياخد اي حاجه، ولقمه تحفه ولقمه طريه زي العسل. واخلص بقى كل الكميه اللي معايا، وادهن بقى الوش بتاعها بايه يا حبايبي، بصفار بيضه وسنه فانيليا وشويه لبن. وادهني بقى وش العجين بتاعك دوت، وشويه سمسم بقى وحبه البركه. وسيبيها يخمر نص ساعه ويطلع معاكي بالتحفه دي. وهنا بقول لك، لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تيتا بلايك ومتابعه يا حبايبي عشان يوصلكوا كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين. والنهارده اول رجب، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. واشوفكم على خير يا حبايبي، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.